أتى من أجل إصلاح ونهضة الشمال الحزين والغرب المضطرب والشرق المرهق والوسط الصابر والجنوب الذي يعيش في حالة انعدام الوزن فيما تبقى من السودان. أتى ليغير هياكل الحكم ويقيم دولة العدل والشورى. أتى ليعيد السودان هيبته ودوره في الداخل والخارج ويقول لا للتبعية والانبطاح بمقابل وبدون مقابل. أتى ليصحح تاريخ السودان الذي اختطه المستعمرون لخدمة أهدافهم ومصالحهم. أتى ليصون حدود الوطن التي انتهكت من كل صوب وخاصة في شماله. أتى ليكفف دموع المواطنين المغلوبة على أمرهم ويوفر لهم العيش الكريم. أتى ليحيي مؤسسات الدولة الاقتصادية والخدمية التي قبرت بسبب الفساد والإفساد ويسعى لاستغلال الأمثل لمواطن السودان الطبيعية الذاخرة. أتى ليوقف التهافت من لا يملك القدرة على السلطة والإدارة وتكالبه لا لتقديم فكرة مفيدة بل لتحقيق مكاسب ذاتية له ولمحسوبيه. أتى ليقول علاقة المواطن، أتى ليقوي علاقة المواطن بربه ووطنه ومواطنيه. أتى ليقول لا للفساد، لا للفساد والمفسدين، ويقسم بأن لا يغمض له جفن إلا أن يقدم المفسدين لمحاكمة عادلة ويعيد المال المسروق كله إلى أهله. فهل لا يتقدم مرشح الرئاسة المستقل خير بخيت خير ليخاطب مواطنيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التحية مباركة لك أيها الشعب السوداني العظيم، تحية ود وأخاء، تحية السلام والرخاء، الإخلاص والوفاء. بارك السلام عليك ورحمة الله وبركاته. إيمانا مني بالوفاء لوطن الحبيب، والتزاما مني بالإخلاص في العمل من أجل أهلنا الكرام، وخوفا على مستقبل أبنائنا الطلاب والطالبات، وتوفيرا لفرص عمل لهم، وبيانا بالعمل في إصلاح نظام الدولة وهيكلتها، وتداول السلطة بنظام ديمقراطي، وبعث الحياة في الخدمة المدنية، ونفخ روح العصر في دواوينها، وتطوير الأداء ورفع الكفاءة. يسعدني ويشرفني أن أتقدم إليكم مرشحا مستقلا لرئاسة الجمهورية، آملا أن ينال برنامجي رضاءكم وقبولكم. الاسم خير بخيت خيري خضر ناصر، من مواليد منطقة كرم البلد، ولاية الشمالية محلية البرقيق، ويرجع وصولنا إلى مناطق مشاكل المحس. أنا جدي الشيخ فقير نوري، حفيد الشيخ فقير حسين ود بشارة، هو يعني جد عموم المحس وجد كل أهل المحس في مناطق الخرطوم، الشيخ إدريس ود الأرباب وأحفاده، فهم دي الأهلي هنا في السودان. قبل أن أدخل في المحاور والبرنامج، أود أن أناشد الشعب السوداني كافة، وبالذات المقاطعين للانتخابات، أن يعني لازم أن يهبوا للتغيير. تغيير النظام هو يعني الهدف الأساسي، إن احنا مرشحين للرئاسة، وتغيير النظام أساسا هو نهضة البلاد، ويعني هي مرهونة صراحة بتغيير النظام. نهضة البلاد والتعمير والتقدم مرهونة بتغيير النظام، لأنه نحن صراحة شفنا في خلال 26 سنة الفشل الإداري، ويعني فشل ذريع جدا جدا، ويعني ما قدموا شيء للبلد غير ما أخروا البلد وجروا لورا. بالنسبة للمحور الأساسي، أولا الدستور القومي هو القانون الأعلى للبلاد، ويحتوي على كل ما تنادي به المواثيق الدولية، ويثبت الحقوق والواجبات، ويفصل بين السلطات، ويكرس مدنية الدولة، ويحفظ الحرية والكرامة والعدالة،
والعدالة الاجتماعية، وتقوية نظام الحكم الاتحادي الكونفدرالي في 5 ولايات ومقاطعة هي العاصمة القومية للبلاد. وفي حالة عودة الجنوب في النظام الاتحادي الكونفدرالي ستكون عدد الولايات 6 ولايات أو أكثر على حسب اختيار الجنوبيين لعدد ولاياتهم، وسوف تكون لكل ولاية ذاتية تامة ودستور خاص بها يتوافق مع البيئة الاجتماعية للولاية المعنية ولا يتعارض مع الدستور القومي. ثانيا النظام السياسي والاقتصادي. يهدف برنامجنا إلى إزالة السياسات الغير رشيدة والتدهور في السلوك الاجتماعي وانحدار مستوى الخدمة المدنية والفشل الاقتصادي، وذلك بالبرنامج التالي: 1. تحسين علاقاتنا مع جميع دول العالم بدون تحيز، وتطبيع علاقاتنا مع الدول العظمى بالأخص الولايات المتحدة وكندا والسويد واستراليا وبعض من الدول الأوروبية. 2. بذل كل جهودنا في العمل مع تلك الدول لرفع عقوبات مجلس الأمن التي فاق عددها فوق 60 عقوبة وأغلبها بالفصل السابع، وبهذا نفتح المجال للاستثمار والاستفادة من مقدرات تلك الدول، وسوف نعمل معهم بنظام الشراكات العالمية والمشاركة الاقتصادية لتطوير مؤسسات الدولة. 3. إيجاد حل شامل لمشكلة الديون الباهظة والمعسرة لنهضة البلاد الاقتصادية، والعمل مع أصدقائنا من الدول الكبرى والمنظمات والمحاكم والمراكز البحثية لشطب هذه الديون والتي بلغت أكثر من 40 مليار دولار. 4. خفض عدد الدستوريين إلى أقل من 10% من عدد الدستوريين في النظام الحالي، وبذا نكون قد خفضنا الإنفاق الحكومي وتقليل تكلفة الصرف والمرتبات، وكذلك خفض الصرف الأمني. جهاز أمن الدولة والقوات المسلحة وقد بلغت هذه الصرف ما لا يقل عن 70% من ميزانية الدولة، وذلك بالمعالجات السياسية وإزالة التوترات والاحتقان والتهميش وتنفيذ المصالح الوطنية وإزالة الغبن بالتراضي على عقد اجتماعي. 5. إزالة التشوهات في هيكل الدولة والمؤسسات السيادية وإصلاح قوانين ولوائح الخدمة ورفع الظلم عن المحالين للصالح العام بأسباب غير قانونية. 6. الإصلاح في التشريعات المالية والاقتصادية والاستثمارية والإصلاح الضريبي والجمركي، وعمل وزارة خاصة للولاية على المال العام وقفل باب الإعفاءات والاستثناءات ومحاربة الفساد. 7. العمل ببرنامج اقتصادي قصير المدى على النحو التالي: التركيز في معالجة مشكلة الزراعة، وذلك بتوجيه كل مجهودات الدولة وإمكانياتها لانتشال الزراعة لتكون المورد الرئيسي للدخل، وسوف نقوم في هذا الصدد عقد مؤتمرات وورش عمل أكاديمية والاستعانة بالخبرات الفنية والدولية والمنظمات العالمية، وضع اللبنات والبنية التحتية وبناء أكبر سوق سياحي في البلاد، واستغلال كل مصادر السياحة وتدريب وتأهيل الكوادر، وتنظيم حملة كبرى عالمية لتسويق منتجاتنا السياحية لتكون المورد الثاني للدخل. تحويل كل حدود السودان إلى مناطق حرة ذات جمارك صفرية للتبادل التجاري مع دول الجوار. الإخراج الفوري للدولة من العمل التجاري والاقتصادي والعمل بنظام السوق الحر وتحرير المرتبات بالجهد نظير المقابل المادي، وتحديث نظام التأمينات وتوحيدها. إنشاء وزارة للهجرة والاغتراب لتنظيم هذا النشاط لخدمة المغترب أولا والبلاد ثانيا، وسوف نهتم برفع الكفاءة والتدريب للمنافسة في سوق العمل العالمي. 8. تنظيم العمل الحزبي، وذلك بصرف الدولة على إنشاء أحزاب قوية حديثة ديمقراطية في تشكيلاتها وهياكلها وتجميعها في مواعين كبيرة حتى تتطور العملية السياسية وتتداول السلطة بسلاسة وتنحدر الأصوات بين حكومة قوية ومعارضة أقوى. وهنا أريد أن أضيف بأننا
سوف نحدد العمر السياسي في العمل القيادي، وكذلك فترة ولاية المنصب الدستوري والتنفيذي والتشريعي، وإبعاد العمل النقابي والخدمة المدنية والعسكرية ومنظمات المجتمع المدني والعمل الخيري والتطوعي عن السياسة والسلطة. ثالثا، العدالة الاجتماعية، الاهتمام بمعالجة السلوك والتردي الأخلاقي والعمل لإزالة ما لحق بالإنسان السوداني وقيمها. الدعوة للتصالح الاجتماعي، الالتزام بقوانين المرأة والطفل، الاهتمام بالعمل الطوعي والخيري، التأمين الاجتماعي والصحي وتطويره بأحدث الوسائل والنظم العصرية، الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وإنشاء مصلحة خاصة لهم تهتم بتعليمهم وإعاشتهم وصحتهم وإيجاد فرص العمل لهم، العمل على مجانية التعليم الأساسي. أما التعليم العالي وسوف نقوم بتحفيز المتفوقين منهم بتغطية مصاريف الدراسة الجامعية على أن يسدد الطالب بعد التخريج والعمل. مجانية العلاج بالكرت الصحي المرتبط برقم التأمين الاجتماعي ومصلحة الضرائب. تحويل الجزء الأكبر من شريحة الفقراء إلى العمل في مجال الزراعة، التدريب الحرفي والمهني. تحويل التمويل الأصغر خارج ولاية الخرطوم ليكون مصدر جذب للعمل في مناطق الإنتاج. إخلاء سجون من محبوسي الحقوق المدنية وتعويضهم غير المحكومين بجرائم الاحتيال. الوصول بشتى أنواع الرياضة للعالمية والمراحل المتقدمة في المسابقات الإقليمية والدولية ودعم الفرق والأندية الرياضية. تشجيع منظمات المجتمع المدني وربطها بنظيراتها في العالم الخارجي. تطوير التعليم وإعادة تحديث المناهج بما يواكب العصر، وذلك بإدخال اللغة الإنجليزية كمادة أساسية في جميع المراحل، بل تدريس كافة المواد اللغة الإنجليزية في الجامعات والمعاهد العليا، والاهتمام بالمعلمين وتوفير العيش الكريم للعاملين في حقل التعليم. وكذلك تطوير نظام الدعوة الإسلامية وتوجيهها للتربية وبناء الإنسان وتحديث الأوقاف. رابعا، المحور الأمني. القوات المسلحة، سوف نقوم بتكوين جيش قومي قوي جدا مزود بأحدث الأسلحة والطائرات الحربية الحديثة، مهمتها حفظ سلامة البلاد من التدخلات العسكرية، ويكون الانتماء لهذه المؤسسة الهامة لكافة السودانيين، ويتولى القيادة فيها بالكفاءة. قوات الشرطة، ستكون قوات الشرطة هي السلطة الثالثة في البلاد، وسوف تقسم إلى شرطة فيدرالية وشرطة ولائية وشرطة محلية، وسوف نزود الشرطة بأحدث التكنولوجيا والرادارات والسيارات المجهزة، ولا بد من تسليح الشرطة لحفظ الأمن وسلامة المواطنين، وسوف يكون هناك قوانين ونظم جديدة لحركة المرور. قوات الأمن، ستكون قوات الأمن تابعة مثل الشرطة إلى وزارة الداخلية، وتكون الانتماء إليها متاح لكل السودانيين. ومن أهم مهام هذه القوات هي حفظ الأمن القومي وجمع المعلومات وتحليلها، ويتولى القيادة فيها من لديهم الكفاءة الأمنية والاستخباراتية، وليست لها أي تبعية سياسية، والعمل بها عمل احترافي، والله ولي التوفيق. أنا خيري بخيت خيري، رمز الزهرة. رمز الزهرة علامة التفاؤل والحب والإشراق الصباح. البرنامج اللي أنا قدمته يعني باختصار شديد وبإسهاب داير أشرح الشيء اللي أنا طلعت عليكم، ومن أجله أنا قمت بالترشيح. هو أساسا من أجل الإصلاح الشامل في الخدمة المدنية وإصلاح نظام الحكم الذي هو أس مشكلة السودان، وبإصلاحه يتنزل الإصلاح على بقية الهرم والهيكل الإداري، ويكون ذلك بتأسيس دستور كما ذكرت متفق عليه بواسطة لجنة خاصة دستورية لهم
ناس يعني لجنه، ناس حنكون لجنه دستوريه بتكون من القانونيين واصحاب الدرايه بالعمل الدستوري والقانون والاداره، والانضمام اليها بالكفاءه والقدره والدرايه بالامر، ممثلين لكافه مناطق وجغرافيا السودان. ويجاز هذا الدستور باستفتاء شعبي تحت سقف الحكم الكونفدرالي. كما اسلفت، نحن بنقدم حكم كونفدرالي، نظام كونفدرالي في 5 محافظات ومقاطعه، تكون العاصمه القوميه تاخذ من جزيره توتي، وحوالينا دائره نصف قطرها حوالي 30 ل 25 كيلومتر، مأخوذة من 3 ولايات الوسطى والغربية والشرقية وجزيرة توتي. دي حتكون العاصمة القومية للبلاد والعاصمة التجارية والسياسية كذلك. والأبعاد بتاع المحافظات بتتقسم يعني بتاخذ مناطق كثيرة بتضم كثير من القبليات مع بعضها، والتقسيم الديموغرافي للسكان بتجمعهم تحت راية ولاية واحدة. هي يعني الدولة كلها بنقسمها ل5 محافظات فقط. وعملنا الكبير انه نقدر نعيد دولة الجنوب لحضن الدولة الأم لنواقف للتقدم والازدهار يعني مع بعض. والدستور كما قلنا يجاز باستفتاء شعبي تحت سقف الحكم الكونفدرالي لأقاليم السودان ال5 كما قلنا بما فيها الجنوب، وتحديد زمن للعمر السياسي للفرد، وتحديد فترة لولاية المنصب الدستوري والتشريعي والتنفيذي. في البرنامج السياسي قلنا العمل على تنظيم العمل الحزبي وتقويته في مواعين كبيرة، وتجميع الاتجاهات المتقاربة فكريا فيها، وتفعيل الديمقراطية بداخل الأحزاب، وحسم الانشقاقات بالديمقراطية، والصرف على الأحزاب، ومنع الأحزاب والتحزب العنصري والجهوي والديني. كما أسلفتنا رمزنا الزهرة، وإن شاء الله في حلقات قادمة في فرص ثانية نقدم لبرامج أو مواضيع أخرى أو تفسيرات أكثر، توضيح أكثر للبرنامج. فخيري بخيت خيري رمز الزهرة، وأناشد كل الشعب السوداني بتحقيق الحق الدستوري والعمل في التصويت والانتخاب للقوي الأمين. وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله.